ان في حد ممكن يكون عنده 45 سنه يبقى بيرياكت في موقف وهو عنده 20 سنه، بيتصرف تصرف كامل بس بعقليه ال 20 سنه. الاميجدالا هي الذاكره الشعوريه، بس نقطه مهمه جدا مهم برضه تعرفها، انه الذاكره الشعوريه لما الشعور لما هو يبقى متخزن جوه حضرتك، هو مش متخزن كاسم شعور اسمه غضب، لا ده كله على بعضه. ده بقول لك بالاصوات اللي كنت بتسمعها وقتها، بالروائح اللي كنت شاممها، بكل حاجه انت عشتها، بالالوان. فاول لما بيعدي عليك ده بيجيب من الاميجدالا. الخطوره فين بقى يا محمد؟ تخيلوا من انه الموقف ده حصل لما كان عنده 20 سنه وكله متخزن جوه دماغه. المهاره اللي احنا هنتعلمها النهارده بقى هي المهاره الفصل ما بين ما عشته حضرتك في كل حياتك وخبرتك وما بين هير اند ناو. انت محتاج تتاكد انك هنا ودلوقتي. لذلك انا في جلسات كتير جدا عشتها مع اشخاص سواء كان في البيزنس او بره البيزنس. على سبيل المثال احد الفاوندرز كان عندها 60 سنه، احنا كنا بنحل مشكله ومشكله استمرت ل 20 سنه لما هي كان عندها 7 سنين. من 7 سنين استمرت المشكله 20 سنه وهي كانت لا تعلم ايه السبب اللي وصلها لكده. لما رجعنا وجبنا من الاميجدالا هو ايه اللي حصل بسياق معين، بطريقه معينه، بتكنيكس معينه بنشتغلها، اكتشفت ان الحدث ده حصل من لما كان عندها 7 سنين، من موقف ما تعرضت ليه، والموقف ده شد خيط استمر الخيط 20 سنه. 20 سنه معاناه و20 سنه الم، وانا مش قادر اقول ان الالم ده انا عايشه وبعيشه